عايزين بقى اكلات سريعة وفي نفس الوقت يكون طعمها لذيذ جدا. انا معايا هنا نص كيلو من السجق، هعمل فيه فتحات كده بالسكينة. معايا كمان بصلتين واتنين من الطماطم ابشرهم. لو حابين تزودوا او تقللوا في كمية البصل زي ما تحبوا، ممكن كمان تقطعوه جوليان بدل ما تبشروه. بعد ما ابشر البصل والطماطم، معايا طاسة على النار هضيف فيها معلقتين من الزيت. بعد كده اضيف البصل، هشوحه كده تشويحة عايزاه يدبل. اول ما البصل ما يدبل اضيف الطماطم واقلبهم كده تقلبتين مع بعض. كمان لو حابين تضيفوا فلفل رومي اخضر او فلفل الوان زي ما تحبوا. بعد ما الطماطم والبصل اتشوحوا مع بعض، هضيف معلقتين كبار من الصلصة وكوباية من المية. اقلبهم كده مع بعض واخليهم يغلي غلوتين بس لحد الصلصة ما تتقل معايا. والتوابل هضيف ملح وفلفل اسود والسبع بهارات ورشة من البهارات المشكلة اللي هم 11 بهار. اقلبها مع بعض. اول ما الصلصة ما هتتقل هتبقى جاهزة معايا. طاسة بقى هحط فيها معلقة زيت كده بسيطة وهشوح فيها السجق. وانا بفضل الطريقة دي عن السجق اللي بيتسلق بالمية. الطريقة دي بصراحة احسن وبتديله شكل وطعم احلى من السجق المسلوق. وبعد ما هنشوح السجق وخليه كده يستوي وياخد لون حلو، مش هنستخدم الزيت اللي احنا شوحنا فيه السجق لانه بيبقى مليان دهون وحامي جدا. شوحت بقى السجق، مش بياخد وقت خالص، يعني من الاكلات السريعة ولذيذة جدا. بشوح باقي السجق. طبعا الزيت اللي في الطاسة ده خلاص هيترمي على كده. انا ما كنتش حاطه كتير، بس كل اللي نزل ده دهون. اقطع بقى السجق. بصوا التشويح بيديله لون حلو جدا. بعد بقى ما اقطع السجق هيكون الصلصة تقلت معايا. اضيف السجق على الصلصة بالتوابل اللي انا حطيتها. انا حطيتها بس الصلصة، هتبل بيها الصلصة لان طبعا السجق فيه التوابل بتاعته، فما نزودش يعني في توابل الصلصة. مية مغلية هضيف عليها شوية من الزيت والملح. اول ما هتغلي كده هضيف عليها مكرونة اسباجيتي. انا بخليها سليمة كده زي ما هي. حابين بقى تكسروها او تستخدموا اي نوع مكرونة تانية. ما نزودش عليها في السوا عشان ما تعجنش. طلعها بقى صفيها وبردها. والسجق اول ما الصلصة ما هتتقل كده فيه هقفل عليه وهيبقى جاهز معايا. بصوا بقى الصلصة تقلت وتشربوا من بعض. قفلت. بعد ما سلقت المكرونة هعمل الصلصة. معلقتين من الزيت و3 فصوص كبار من الثوم مفرومين. خليهم ياخدوا لون ذهبي كده فاتح. بعد كده ضفت معلقة من الخل. ضفت الصلصة وهضيف نص كوباية من المية. عايزة الصلصة تبقى تقيلة معايا. انا ضفت 3 معالق كبار من الصلصة وما زودش في المية قوي عشان الصلصة تبقى تقيلة معايا. هضيف الملح والفلفل الاسود
واقلبها تقليبه كده، اخليها تاخد غلوه واحده واقفل عليها. الصلصه الجاهزه ما بتحتاجش ان هي تتغلي كتير. اول ما هتتقل هقفل عليها وتبقى جاهزه بالشكل ده. حابين بقى ان انتوا تقلبوا المكرونه كلها مع الصلصه، او تحطوا المكرونه وتحطوا الصلصه على الوش زي كده. عايزه اقول لكم بجد طعم السجق رهيب مع المكرونه، بجد تحفه. بصوا طعمه بجد وشكله احلى طريقه للسجق ممكن تجربوها. قدموها بألف هنا وشفا. ممكن كمان تعملوها سندوتشات بالفينو زي كده، هتبقى لذيذة جدا، طعمه بجد رهيب في الفينو. جربوها قولوا لي ايه رأيكم فيها، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. ما تنسوش تحطوا لي لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا. جربوا الطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم فيها.